السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المتتبعين ديالي العزاز، مرحبا بكم فيديو جديد على قناتي. اليوم غنحضر معكم المخمر اللي صراحة كيجي رائع، كيجي قطني، ونتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ولا عجبكم ما تنسونيش من لايكاتكم وتشجيعاتكم في القناة فضلا وليس امرا. بقاو معايا تشوفوا المقادير وكيفية التحضير في نفس الوقت. فبالنسبه للمقادير اللي غنحتاجو في هذا المخمر هذا، غنحتاج كيلو ونصف من الدقيق الابيض الفورس، مع كيلو او نصف كيلو من الفينو، مع ملعقه ونصف من الخميره الفوريه، مع ساشي من الخميره الكيميائيه، وملعقه كبيره من السكر، والملح اللي طبعا كيبقى على حسب الذوق. هنا كنجمعو بالماء العادي، ماء من الصنبور، كنجمعوا الخليط ديالنا مزيان. هنا بالنسبه لهاد العجين ديال المخمر ديالنا فما كيكونش قاسح بزاف وما كيكونش رطب بزاف، فهنا كندلكوه مزيان كيف ما كتلاحظوا معايا. من بعد ما كندلكوه كنوضعوه في واحد البلاستيكه، بلاستيك غذائي، وكنخليوه يزيد يدلك راسو الراس. ولاحظوا معايا القوام ديالو من بعد ما ارتاح ودلك راسو راسو. هنا كتقسموا العجين ديالكم العدد ديال المخمرات اللي نتوما بغيتوهم. يقدروا ديروهم صغيورين، تقدروا ديروهم كبار، او بالحجم اللي درتهم انا، درتهم بالحجم المتوسط، فذلك كيبقى على حسب اختياركم. فهنا انا شكلته على هذا الشكل هذا، خرج لي تقريبا 7 ديال المخمرات اللي متوسطين الحجم. هنا كنخليه من بعد ما كورته كنخليه ياخذ راحته كيتروبوزا واحد شويه، وكنولي نسرحو بهذه الطريقه هذه. فهنا هذه الطريقه ديال الاخت ديالي في المخمر، صراحه كديرو غزال كيجيها رائع. كنت كنقول ان الوالده هي اللي كديرو زوين، ساعه كنت غالطه بزاف. بصراحه هي كديرو رائع وكيجي زوين 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 بزاف، كيجي شهوه منه، كيتقدم هكا حتى في رمضان، صراحه كيجي رائع. هنا من بعد ما كتسرحوا العجين ديال المسمن ديالكم كديروه، كترشوه بواحد شويه ديال الزيت وواحد شويه ديال الفينو، وكتقلبوا العجين ديالكم بهذا الشكل هذا، وكتوليو تزيدوا تسرحوا ترقوا العجينه حتى كيبان لكم سطح العمل ديالكم. فنتمنى انني نكون ما كثرتش عليكم الهضره بزاف، وتقبلوا علينا وتزيدوا تشجعونا باش دائما نشاركوا معكم الجديد ان شاء الله. فلاحظوا معايا كتسرح مزيان هذا المسمن، واخا يتقطع معكم ما تخافوش منه نهائيا. كترشوا للمره اخرى بالزيت، وكتولي ترشوا بالفينو. فهنا بالنسبه لهذا المخمر ما استعملناش فيه الزبده نهائيا، من غير زيت المائده وزيت الزيتون. كتطويه المره الاولى كيف ما لاحظتوا، وكتعاود تطويه المره الثانيه، كترشوا بالزيت من هاد الجهه وكذلك الفينو، وكتطويه بهذا الشكل هذا، وكتوضعوا جانبا حتى كيرتاح العجين ديالنا. ونكملوا الكميه المتبقيه عندنا. كنستمروا بنفس الطريقه ونفس الكيفيه مع باقي العجين. هنا انا ما بغيتش نزرب الفيديو نهائيا، بغيتكم تشوفوا الطريقه باش حتى الا درتوا هذا المخمر يكون ناجح معكم من اول تجربه ان شاء الله.
هنا راه كنخدم معكم واحده اخرى، كنستمروا بنفس الطريقه. كنطويو الطويه الاولى كيف ما كتلاحظوا معايا. هذه الطويه الاولى من الجانبين، فالفيديو راه واضح. ونطويو الطويه الثانيه اللي كتكون بهذا الشكل هذا. كنرشو بالفينو، كنعاودو بالزيت، وكنطويو العجين ديالنا بهذا الشكل هذا، وكنخليوه جانبا يرتاح. هنا من بعد ما ارتاح لينا العجين ديالنا كنقوموا بهذه الطريقه وبهذه العمليه هذه ديال اللف. هنا حنا وهنا هزينو هكا بيدينا، شادينوه بهذا الشكل هذا، وحنا كنضربو وكنرشوه بالفينو. بصراحه هنا بالنسبه للفينو راه كيجي رائع في هذا المخمر هذا، كيجي زوين. وانتم كتجروا هكا كتسرحوا بهذا الشكل. كترشوه بالزيت وبالفينو، وانتم كتضربوا وتلويو. بالحق خصو يكون رقيق مزيان، ما تخليوهش غليظ لانه راه مازال غيخمر معنا. هذا الشكل هكا ها نتوما بهذه الطريقه هذه. وكندخلو بهذا الشكل هذا، كنجمعوه وكنوضعوه في واحد الصينيه جانبا حتى يرتاح. غنستمروا بنفس الطريقه، غنعاود معكم واحده اخرى. فنتمنى انكم تقبلوا عليا، ويعني ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف. انا بغيت نشارك معكم بالطريقه يعني تكون واضحه، ما بغيتش نزرب الفيديو نهائيا. وحنا كنسرحو وفي نفس الوقت كندهنوه بالزيت. هنا انا غنصحح واحد الحاجه بالنسبه للزيت. هنا كنديروا زيت الزيتون فقط في هذه المرحله هذه، كنديروا زيت الزيتون فقط، ما كنديروش الزيت المائده نهائيا في هذا المخمر هذا. كيعطيها واحد الطعم رائع. زيت الزيتون كيجي رائع رائع رائع، كيعطيه واحد الطعم خيالي صراحه، كيجي لذيذ بزاف. فهنا من بعد ما كنكملوهم كنقرصوا هذا المخمر ديالنا او المسمن ديالنا على شكل مخمر، كنقرصوه ونخليوه يختمر وكندخلوه الفران. فقبل ما ندخلوه للفران غير كيختمر معنا في الفران كندهنوه بزيت الزيتون من الفوق. فاش كيطلع من الفوق كنهبطوه لتحت، كندهنوه بزيت الزيتون وكنردوه يتحمر. كيجي رائع شكلا ومذاقا. وكان هذا هو الشكل ديال المخمر ديالي من بعد ما وجد. كيجي قطني، كيجي رائع، كيجي فيه الطعم ديال زيت الزيتون، كيجي يا سلام. فنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، والى عجبكم ما تنساونيش من تشجيعاتكم ولايكاتكم، والى
الملتقى. دمتم في أمان الله وحفظه. مع السلامة.